أول خروج للأم حياة العالمي بعد النطق بالحكم. كذلك كان واحد الخروج للمحامية زينب الخيار. فكتعرفوا بأن العصابة هي خطيرة وكبيرة جدا، والأخطر من ذلك أن العصابة مازال كتقلب على الحل من أجل احتواء الملف ديال هذه القضية، كما أن الحكم الابتدائي ما هو إلا خدعة من أجل تبريد الرأي العام. لذلك فالقضية خاصها تبقى قضية رأي عام، كما أن الدعم خاصو يتواصل هذا الملف من طرف بعض الصحافة النزيهة. فكتلاحظوا أن هناك واحد 3 ديال القنوات كيديروا ما أمكن باش يبرئوا المتهمين، وعلى رأسهم واحد القناة نتاع الفضائح، وكاينه واحد القناة محسوبة على أنها مقربة من القضاة. لذلك فما غاديش نطول عليكم، وغادي نتابعوا جميعا هذا الفيديو. فعل داك العصابة اللي كيعرفوا المنطقة عارفين ان واحد الاب ديال واحد المسخط الوالدين اللي كانوا مع التهامي بناني كيدير تهريب المخدرات، كيدير عنده شركه كيدير تهريب المخدرات. ما نزيدوش نطولوا عاد ولا نقصروا فيها. كيدير تهريب الكوكايين، بالتالي الاكستازي والكوكايين داكشي كيمشي مصوب وكيمشي. ها علاش ما بغاوش يبينوا؟ لان لا طاح الاول غيطيحوا بحال الدومينو، يطيح الاول غيطيح اللي فوق منه، غيطيح اللي تحت منه، غيطيح اللي مع جنبه، غيطيح اللي متكي عليه، غيطيح اللي كيوكلو، غيطيح اللي كيشربو. ومشات القضيه وغادي تنوض مصيبه بالفعل، لان كما قلت لكم راه كاينين الناس غلاضين في هذا الملف هذا. راه ما تبقاش مقتصره على 4 الدراري كانوا قصارين دابزوا على بنت طيحوا له السنان هرسوا له كذا ما كذا هذا ما هذا. باش نقول لكم يعني نقول لكم بالمنطق حنا الناس اللي خداوه من طبيب وداوه لطماريس، الناس هما اللي الكاطكاطات اللي داروا العمليه وشعلوا الاناره، هادو هما اللي بغيناهم. وشكون اللي اغتصب؟ تهامي بناني. واش اغتصبوه الدراري او اغتصبوه داك الضنافل الحلال هما اللي الكاطكاطات اللي جاو؟ يعني الدبابه بركات الله يرحم لك الوالدين ما اعترفاتش. كان تصوروا عطيني دماغكم ولا لا حياه طلع تاكد لي هادشي. انا ديك النهار طرحت عليه اسئله قلت لها واش وقع لك ابتزاز؟ قالت لي ما بغيتش ندخل مع التفاصيل، انا عارف التفاصيل. قلت لها واش عطاوك رشوه بغاو يرشيوك باش تسكتي؟ قالت لي نعطيكم انا تصوروا معايا الفلوس اللي تحطت له فوق الطبله ما يعادل المليار غير باش تسكت. هذا يدل على ان الملف خطير جدا وكبير بزاف. خنشاد الفلوس غير باش تسكت. قلت لهم انا ما نبيعش ولدي، وجا دخلوا عندها وهدوها في قلب دارها. وعلاش مخليين التليفون دابا خدام؟ باش يحمقوها، باش يقول لها ولدك مازال حي، تليفونه مازال خدام راه غير طافيه. ساعه كيعيط لها واحد من الحسيمه ويعيط لها واحد من كذا ويعيط لها واحد من كذا. هي ما قالتش ولدي مات. شكون اللي قال ولدي مات؟ راه هما الاخرين اللي اعترفوا، وراه كاين دليل ان خط واحد من داك الوثائقات خارجه كتقول للمرحوم التهامي والله يرحمه. واش الام كتقول بان ولدي مختفي وانت كتقولي الله يرحمه؟ ومن الله يرحمه عطيونا الجثه. وهذه هي الصناره اللي حطاتها لهم الام حياه في حلقهم. لا القضاة اللي حكموا ولا وكلاء الدوله اللي داخلين في هذا الملف اللي واكلين مع العصابه، ولا العصابه اللي حرضات باش يطمسوا المعالم ديال الجريمه ويخليوها ولدك تختفى سير قلب عليه. الحمد لله ان لاله حياه من النساء الحديديات، راها معلمه مربيه اجيال، راه كتخدم في التعليم. شدات مسكينه التقاعد النسبي. خوتي انا مزوق فيكم ما تنساوش ديروا جيم. ماشي ليا انا ما عندي راه الاجر ديالكم والاجر ديالي على الله، باش ما يضربوناش القناه. الله يرحم لكم الوالدين. ما تنساوش راه معايا 102 الناس، انا مزوق فيكم ما تنساوش ديروا جيم اخوتي باش نبقاو مع هذا الملف. وكاين ملفات من غير هادشي هذا راه لا هادشي باش انا تنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. ديروا لايك الله يجازيكم بخير.
باش نقول لكم الملف ديال تهامي بناني ليست يعني مختصر او مختزل في جريمه قتل وكذا. لا 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 لا, لا. انا كنقول لكم تهامي بناني تغتصب قبل ما يموت، وتضرب وتغتصب وهما كيحشيو فيه، كانوا كيغتصبوه وكيضربوه. لا حياة، اقسم بالله كنعاود هذا الشيء وكنتخايلك تتخايلي هذا الشيء. انا كنتاسف، اقسم بالله كنعتذر لك، ولكن هذه حقيقه خصها تخرج للناس، لان كفى بركه. قسما بالله لا حياة، راني انا كنقول هذه الهضره هذه وكنحس بالقلب ديالك تيدمر. حتى انا اب عندي جوج الوليدات وكنعرف شنو هي الابوه. اقسم بالله انا كنعتذر منك لاني تنهضر بهذه الطريقه هذه ولا كنعاود هذا الشيء هذا. ولاحوه وعيطوا البومبيه البومبيه جات لابيلانس هزاتو داتو للطبيب، من الطبيب هزوه داوه لطماريس. ما كاين لا اوفر دوز ولا هم يحزنون. تهامي بناني كان ظريف، انسان خلوق، لا علاقه. ربما يكون شرب شي كاس مع شي واحد، راكم عارفين الدراري المراهقه وكذا، ربما يكون شرب شي كاس ولا شي بيره مع شي واحد، ولا يكون كما شي كارو. ماشي غادي نردوه مدمن المخدرات وعنده 17 عام. كتشوفوا غير بدماغكم، كتشوفوا مو كيفاش كتهضر، كتشوفوا الوالده ديالو كيفاش كتتكلم، كتشوفوا داك البشاشه وداك الهضره بالاداب وبغا وبنت عائله وباه بناني ماشي من الفروع، من الاصول. ومشرفه عالميه ما غيكونش ولدها، ما امبوسيبل، وهي معلمه وتكون مربيه اجيال غيكون ولدها مدمن ديال القرقوبي والاكستازي كما خرج البوليسي كيقول. ما حشمتيش والاكستازي ما كانش داك النهار، داك الايام ما كانش الاكستازي كاع في مره ما كان. واسمحوا لي اخوتي الله يرحم لكم الوالدين الا ما قريتش التعاليق، راه مرحبا بكم كاملين، مني راضيين بيا وقابلين عليا مرحبا بكم الف مليون مرحبا. الله يرحم لكم الوالدين، وما اجركم الا على الله. راه ما لا انا ولا نتوما، راه الاجر ديالكم مع رب العالمين، لان ما كنسترزقوا، ما كنبيعوا ونشريو، ما كنقولوا الحقيقه وتنمهم. وما عرفناش باش غتكمل مع هاد الناس. ثقوا بيا، وانا من هنا تنحضر داك العصابه، كنحضر داك العصابه. الا وقعت لامي شي حاجه، وقعت لخوتي شي حاجه، راك انت يا ولد الثور، راك انت هو المسؤول الاول. انت اخطرهم، انت هو الكلوشار ديالهم. برا ما عندك الفلوس وعندك الكاطكاطات والفيلات وعندك الشركات، ولكن انت اخطرهم، انت هو المجرم بالجروب. فوالا هما هادي 14 عام راهم حطوا واللي حطوا. انا قلت لها التحليل الحدث فاش طلعت عنده بدا كيقول لي ولدها غادي تكون اخبار جديده وكذا وهادي وطاطا. قلت له السي تحليل الحدث في قلب بلوكيتا اختي شيماء، والله الا بلوكيتها الله يطول عمركم. قلت له هاد السيده هادي ولدها راه ما كاينش. قال لي لا راه كاين في مراكش. قلت له قسما بالله وقلتي لي بان راه في مراكش نتحداك حتى غنقول لك با راه مازال راه غير في مكناس، ما ماتش الوالد ديالي. قال لي لا. قلت له انا كنقولها لك. ودوزنا وكنطيح في نفس المشكل. وقلت له يعني ما كاينش المشكل اللي طحنا فيه، يعني هو ما كاينش الجديد ما كاينش. جيت انا قلت له السي تحليل الحدث فين وصلنا الملف ديال كذا؟ قال لي اخويا راه في يد القضاء. قلت له راني عارفه في يد القضاء. قلت لك واش كاين شي جديد؟ الله يطلق سراحه مسكين خويا. ولكن كيفاش عرفتي معلومات سريه بحال انا نعاود لكم كيفاش عاوتاني الناس اللي ما عارفينش ولا اللي ما سامعينش ولا كذا، هذيك اللي كانت معاهم اللي عرضت عليهم العيد الميلاد ديالها، هي فاش شافت العمليه كيفاش دار وضربوه وكذا مشات عاودت لواحد البزناز، مشات تشري من عنده الزطلة التكييف باش تهدن، حيت هي كانت في واحد الحاله هستيريه، غير البكا والغوات ومسكينه واحد الحاله شنو من شافوا راسها غادي تعيق هربوها لفرنسا ولا لكندا. المهم مشات عند داك البزنس عاودت لواحد البزناز. داك البزناز كان معاه واحد السيد اللي كيتصنت، سمع كل شيء
والله العظيم الذي لا اله الا هو، المعلومات اللي قلت انا والله ما عطاتهم لي حياه، قسما برب العباد. الام حياه العالمي والله ما عطاتني معلومه واحده، معلومه واحده ما عطاتهاليش. انا اللي قلت لها لا حياه هاد الناس كيفاش وكيفاش. قولي لي انت غير واش هي ولا لا، كنت غلط قولي لي لا. قالت لي كاينه هذه ولا ما كاين؟ قالت لي كاينه هذه ولا ما كايناش؟ قالت لي كاينه. ايوا علاش غيجيبوا البزناز؟ خلاو يجيبوا اللي قتل البناني وغيجيبوا البزناز. علاش البزناز غيجيبوا البزناز؟ غيقول قالت لي فلانه وفلانه مع عودت الحياه القصه، عودت لداك الشيء اللي عودت البزناز، عودت الحياه. ملي مشاو للمحكمه قلبت، هي فاش هربوها البنت غادي تطيح في انهيار عصبي، هربوها داوها لفرنسا ولا داوها لكندا. شتي كيفاش وقع؟ ملي شافوا البنت غيوقع لها انهيار وغدوز امام القضاء وغادي تبزط كل شيء وغادي تقول كل شيء وغادي تخرب لهم المله كاملين، تاع لبوها تبوها مسؤول. اي واحد عنده عين بهذه الجريمه مسؤول، تبين البنت مسؤول، عنده عين بالجريمه الكامله المتكامله متكامله. اختي سالينا، هاد الام هذه راه اتصلت بالتحفه وما عطاهاش حتى وقت. اختي باش نقول لك اللي كاين، ما تقوليش التحفه. انا اتصلت بالتحفه بيدي، بيدي على هذا الملف هذا وعلى الملف ديال بوراس، على مراد المجدبه اللي قتلوا بوراس هو والعصابه ديالو ولاحوه في الشانطي كذلك، وما عطانيش اهتمام كاع بتاتا. حيت انا تنقول لكم هاد الملفات ما فيهمش ميمي، ما فيهمش الماكله، ما فيهمش الجمع، ما فيهمش قمر، ما فيهمش لعب مور الظهر. هادشي واضح. حياه ما كتقلبش على اللي عاونها ولا اللي يعطيها وكذا وكذا. والبوراس الملف ديال بوراس كذلك ما كانش كتقلب على اللي يعطيها وكذا وكذا. كانت الام ديال مراد المنصوري كتقلب كاع على الحقيقه، تبان شكون اللي قتل ولدها فقط، ما عطالها حتى على واحد. ولهذا باش ما ندخلوش شي في شي اتصلنا بالقنوات الكبيره بلا ما نزيدو عاد نذكروا اسماء، نزيد نذكر لكم اسماء اخرين. ملي جبتي لي انت السميه دقينا لالا، وعندي الام ديال تامي بناني صيفطت ميساج اوديو سيدي فلان سيدي كذا انا مزوج فيك كذا وكذا وكذا وكذا. حيت ما غيجيبش المشاهده وما غيجيبش الادسنس وما يمكنناش نجمعوا باش نعاونوا هاد المراه، حيت هاد المراه ما غتسترزقش ولدها. ها المشكل. لا واذا انت حياه زادت في الهضره اختي بشرى، انا نفس المعلومات اللي جاتني من عند داك صاحب البزناز هي نفسها اللي عاودات اللي هضرت مع لاله حياه. قلت لها واش هادشي كاين؟ قالت لي كاين. قلت السلام عليكم. قالت لي نفس الهضره اللي قالت لي البنت. راه ما كانوش مراهقين، راه كانت 26 عام 24 عام. تهامي بناني هو اللي كان فيهم مراهق، كانت عنده 17 عام قاصر. تهامي بناني هو الوحيد اللي كان في ذاك الجروب قاصر، باش ما نبقاوش نخلطوا الامور. تهامي بناني هو الوحيد اللي كان قاصر قل من 18 سنه، كلهم كانوا كبر منه في السن وكلهم تعداو السن القانوني باش يتحاكموا كمجرمين، لا هما ولا غيرهم ولا بواتهم. يلا هذه راه حقيقه. اقسم بالله اختي سالينا الى الام ديال تهامي بناني اتصلت بهاد القنوات الكبار والله ما عطاوها اهتمام. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا اتصلت بهم انا شخصيا وقلت لهم عاونونا غير في الملف ماشي في القناه، وعلى رقبتي يرزيني الله في ولادي ما عمري طلب شي واحد على القناه. بديت نقول له عاوننا غير في هذا الملف، هضر عليه غير 10 دقائق خذها منه، راه ملف كبير، راه كبر من داك الملفات ديال التخرطيط اللي كيديروا لنا وكيضحكوا على الامه وكيصوروا الفلوس في السبان وفي كذا وكذا والتخرطيط. ها انت درتي، ها انت بينتي، ها انت كذا، ها انت لبستي، ها انت زمرتي. والقضايا اللي بالفري مهمه ما كنهضروش عليها حيت ما فيهاش ميمي، ما فيهاش الفلوس، ما فيهاش الطمع، ما فيهاش الجمع، ما فيهاش ما تنوغش والو النغاش. ما كاينش القصير اللي مشدود حاليا، كلهم كبار اختي اسماء، كلهم كبار. الا بغاو يدخلوا شي واحد فعاوطوا واحد باش يبينوه قاصر.
وثانيا المشكل ماشي مع الدراري، المشكل ماشي ديال الدراري، المشكل ديال الضنافل ديال الدبابه اللي جاو داروا العمليه ودشعلوا الاناره. راهم عارفين شنو كنقصد، راهم عارفين شنو كنقصد. اللي داروا العمليه وشعلوا الاناره ونوض مع راسك. حنا بغينا بلادنا تزيد القدام، بلادنا غتزيد القدام، ماشي باغا نبقاو حنايا مازالين هاد المحسوبيه وباك كنصاحب مع امي وامك كنصاحبها مع اختي وانا متراضعه مع لالك وانا متراضعه مع عمك وانا متراضعه مع كذا. لا، حنا بغينا نزيدو بلادنا راسا غفوره فاش زادت القدام ما زادتش بهاد العليك. راه رواندا فاش زادت، نوريكم تصاور د رواندا تخلعوا. رواندا زادت القدام ماشي بهاد الخماج اللي مازالين عايشين فيه منين شدينا الاستقلال لدابا.